كده. في ايه يا عم مالك في ايه؟ يا عم بعيد عني يا عم، كل ده بسبب اصحابي، ما تشيل امي اصحابي. تعالى كده تعالى كده اقف لي هنا كده. يا عم انت بتزوق هنا كده، مالهم صحابك؟ خلينا نسيب اعز ما املك. هدى. مين؟ هدى. انت عندك كام سنه ولا؟ عندي 17 سنه حبيبي. 17 سنه وسايب هدى ومش هدى وبتاع. يخصك. اقسم بالله انتوا جيل منافع. تعالى اقف جنبي هنا كده. عامل الموضوع اصلا. تعالى اقف جنبي بس هنا كده. مالها هدى بقى ومال القصه دي؟ يا عم انا سبتها وخليتها زعلانه ومقهوره، سبتها شهرين. عارف ليه؟ بسبب واحده كلبه ولا تسوى في سوق الجمعه اصلا، كانت ماسكه صورة على صاحبي مش اللي هي. طبعا صاحبي قال لي كلمها عشان عايز اكلمك يا محمد عشان بعد كده تمسح الصور. حب عمرك ايه؟ انت عندك كام سنه يا ابني؟ انتوا ما تفهموش في الحب اصلا، انت مين اصلا عشان تقول لي حب ومش حب؟ انت مين؟ انتوا اللي فاهمين في الحب صح؟ فاهمين. 17 سنه وفاهمين في الحب وفاهمين في الدنيا سؤال- كلها. سؤال- انتوا جيل مش نافع والله. سؤال واحد، انت عندك 10 سنين كنت بتحب مين؟ ابو لعبك بس بقول لك رد عليا. حب ايه اللي في 10 سنين؟ انت بتقول ايه؟ بقول لك على حاجه، بنت السفله اللي خلتني اكلمها دي قالت لي سيب هدى وامسح الصور عن صاحبك. اسيب هدى يا عم احمد. حبيبي انت لسه صغير على الكلام ده. انت اللي زيك المفروض يقعد كده يشوف دراسته ويشوف مذاكرته ويركز في حياته ومدرسته، مش تقول لي حب ومش عارف ايه. مالكش دعوه. اقسم بالله انتوا جيل منافع. انت مش نافع. بقول لك ايه، ثانيه بس دقيقه واحده، عايز اقول له هدى سامحيني يا هدى بس. عايز ايه؟ عايز اقول له هدى سامحيني سامحيني. روح يا صاحبي روح شوف انت رايح فين.